رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. تحية عشوائية على كل العشوائيين اللي بيشوفونا من أي مكان. طبعا انت كل ما بتسمع الجملة دي بتمر عليك مرور الكرام، لكن أنا من أول مرة سمعتها سألت نفسي كتير. مرسيتش يوم على بر يا عم هي ناقصة شعر، هي ناقصة شعر ولا ناقصة خنقتك؟ وسؤالي كان هو ليه رمضان في مصر حاجة تانية وليه ما قالناش ايه هي التفاصيل؟ قوم انت. الحقيقة ما قدرتش أعرف هو ليه ما قالش، بس غالبا عشان هو إماراتي فما يعرفش. جاي يستظرف يا ماما. وبما اني عايش التفاصيل فمعلومه مهمه حابب اوضحها قبل ما ابدا. مبدئيا كده صاحبي رمضان في مصر فقرات مش تفاصيل. ازاي يعني؟ اقول لك انا ازاي. مش سألتني السؤال؟ اجاوب بقى سيادتك. طب اجاوب سيادتك. اول فقره يا معلم بتبدا قبل رمضان ب5 ايام، ودي اسمها فقره الجوع مش عيب. بقول لك يا حاج والنبي يا جعان ولا في ناس بقى محشي والنبي. لا 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 الله. في الفقره دي بتبدا الام المصريه تقتصد وتتقشف وتتمنع، ولم يقهر ولم يلمس، والاكل بيبدا يقل تدريجيا لحد ما تلاقي نفسك بدات صيام قبل ما رمضان يجي بيومين. ايه ده؟ زيتونتين؟ قول له زيتونة واحدة بس. وانت لسه جعان وهفتان تلاقي نفسك دخلت على فقره القطنه ما بتكدبش. ما بتنضفش السلم ليه؟ على ما احب انضف. هو مش شغال ولا ايه؟ وفي المرحله دي البيت كله بتتشال سجاير وتنزل ستايره عشان تبدا عمليه الحرب الشامله. اشوفها دلوقتي. وهنا امك بتكتشف ان عندها طار مع كل حاجه في البيت مع انها لسه منضفه من اسبوع عادي. صح كده بقى وفوقلي عشان تنزل لي الستاير دي. اي حد معدي على السكه لازم ينوبه من الحب جانب. وبشوقك انت بقى، بشوقك انت. هتغسل لك سجاده، هتنضف السقف، هتمسح الارض. ازاي بقى ما اعرفش؟ تضربي لك حجرين، تتشقلبي في ازازه بيره. وايا كان الوقت اللي بداتوا فيه تنظيف، وحتى لو بادين قبلها بشهر فالتنظيف هيخلص قبل رمضان بيوم. ده نظام معمول ومحدش عارف مين اللي عمله. واول ما تبدا تاخد نفسك ولسه هترتاح تلاقي ابوك داخل على الفقره الثالثه، الا وهي فقره محدش بياكلها بالساهل. ايه يا بابا ده انت هتقتلنا ولا ايه؟ موسم البط ابتدى. وهنا بتبدا المعركه الجديده. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ وفي الفقره دي بتكتشف ان العالم اكبر بكتير من تنظيف الشقه، وان دي كانت مجرد معركه فرعيه. اهرب من ابو موته يطلع لي 11 جثه. عشان المعركه الرئيسيه طلعت شغاله عند عم بشندي بتاع الفول. السلام عليكم. معاك 70 جنيه معاك 70 جنيه. وخليني اقول لك ان الراجل ده يقدر يسدد كل ديون مصر في ليله واحده. دنانير وبلانك وفلوس بالكم في البنك وماليش في كلامكم ومعامل 50 في تمام. وبعد ما تنتهي من معركه السحور والفول والزبادي وتبدا تريح على السرير هتلاقي امك بتصحيك الساعه 7 الصبح عشان تنزل تجيب صوبيا من محل صوبيا الشام من مدينه حلب السوريه. هو مش دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ فتقوم متزربن وتقول لها انا هكمل نوم مش قادر، فتقول لك السكر يعلى عليا. لا يا عليكي. فاكراما ليها وعشان تاخد كل حسنه من الشهر الكريم خليها عليا انا. فترفع سماعه التليفون على صاحبك بشويه عشان تشكي له همك، فتلاقيه بيقول لك يا صاحبي مش يلا عشان ننزل نجيب صوبيا بقى ولا ايه؟ طلعت معاهم. واول ما تنزل انت وبشوي تلاقي فقره عشوائيات الشارع المصري بدات. اصحي يا منطقة. الشارع المصري قبل الفطار بيبقى عامل زي مدينه الاشباح. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ وده لان نص مصر بتاخد اول 30 يوم في رمضان اجازه عارضه، تعبان يا امام، تعبان يا اخي، بتقطع من جوه. والنص التاني كده كده مش شغال اصلا. اي حد يطلبني في فرح في حفله انا رايح رحله علاج في ساحل العاج. وكل حاجه بتقفل قبل الفطار الا الاكشاك ومحلات البقاله والقهاوي، بس القهوه بتبقى فاتحه عادي جوه. الاقيش معاك محميتين يا اخ. ايه محميتين؟ ولو فكرت تروح تشتري حاجه من الكشك هتلاقيه بيبص لك بقرف ويقول لك لا اله الا الله. ولو قلت له دي بكام يقول لك ب10 ربنا يجعلنا منهم. تقول له هم مين؟ يقول لك المبشرين بالجنه. وطول ما انت ماشي بقى على اي شارع عمومي هتلاقي في مجموعات واقفه على جنب ايدها نبله وسلاحها البلح. وسواء راكب عربيه او ماشي على الارض ممكن تفلت من اي حد. انما دول الزرازير. وقبل الفطار ب5 دقايق بالظبط حتى لو الشارع ما فيهوش صريخ ابن يومين هتلاقي في خناقه قامت من العدم. ولا ينعل ميتين امك يالا خناقه. وفي الخناقه دي بقى معلم بتسمع شتايم بهجت صابر نفسه يستحي انه يسمعها. عمري ما بدات الشجار مع حد ولا قليت ادب ما بشتمش، ما اعرفش اشتم. وتخلص الخناقه وانت مش عارف ايه سببها ولا اللي بيتخانقوا نفسهم عارفين، بس خلصت عشان في واحد عدى قال رمضان كريم. ماشي. المهم تطلع البيت عشان تستنى الاذان تلاقي ابوك بيتخانق مع عمك عشان قالت له يا عبده بدل يا بودي. كلكم كده؟ كلكم بايعين كده؟ ويفضل الكلام حير داير لحد ما المغرب تأذن. وغالبا اول يوم كله بيبقى معزوم في لمه العيله اللي بتحصل مره كل سنه. واو مش ده الشخاف؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله، ما انت بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. واقسم بالله انا لست بساحر ولا دجال، بس انت امك عامله محشي وبط على الفطار اول يوم. الله اكبر عليك. وفي تجمع العيله بقى بتشوف عمك بافهاته. لا انا جاي حضرتك بس كنت بعمل على الباب. وعمتك اللي مش عاجبها شعرك ولا حالك. انت مش مظبوط يا. وابن بنت عمتك الصغير اللي هيروح يقول لهم انك واقف في البلكونه بتفطر على سجاره. يا دفعه استر عليا. فتطفي السيجاره وتروح تقعد معاهم على السفره فتلاقي رامز فوق تحت في نص قمه عرض الارض نسخه 2070 شغال. انا اتفقعت من الموال ده. وبعيدا بقى عن الفقرات دي خليني احكي لك شويه عن نماذج عشوائيه من البشر. اضربني يا هلا، اشجيني، قسم وسمعني. عندك مثلا سلمى اللي الشغل كله بيكراش عليها طول ايام السنه، بتلاقيها اول يوم رمضان من غير مكياج سامي صاحبك عادي.
الجسد ايه وشعري ايه، المهم الروح اللي انت هتعيش معاها. روح ايه اللي هعيش معاها وانا هتجوز فيلم رعب؟ ومن تاني يوم رمضان بتلاقي ابوك بيقول لك هو رمضان بيجري ليه. مش احنا اللي بنجري، ده النعش طاير. وعندك الناس اللي مفعله وضع بعد العيد ان شاء الله من قبل رمضان ما يبدا اصلا، وتفوت علينا السنه اللي جايه الساعه زي دلوقتي. وعندك الناس اللي معتكفه على ستوري الواتساب وبتنزل تاريخ اليوم، ودول بيعملوا عد تنازلي للوصول للعيد الصغير. انت معاك كام وانت معاك كام واللي جنبه ابو طربوش ابيض. وعندك الناس اللي بتنام وتقول لك صحوني بعد الفطار، وده طبعا مش قصده فطار تاني يوم، هو قصده فطار يوم الوقفه. انا حر يعني انا شايف اللي انا شايفه انا احسن منه، متهيألي احسن من اي حد بيفتي. وفي وسط كل ده برضه هتلاقي ابوك لسه بيقول لك هو رمضان بيجري ليه. بقول لك الحياه سريعه. وليل رمضان بقى معلم بتتقسم لياليه ما بين النزول والخروج ولعب البلاي ستيشن اللي المره منه كفيله تضيع عليك صيام الشهر كله. ده انتوا ولاد اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. وعندك بقى قعدات القهوه اللي بتقعد فيها وانت مضطر تمسك لسانك وعينك وكل اعضائك عن الغلط. انت شطان ولا ايه؟ ده غير بقى ساعتين الكوره بتوع الفجر اللي بيخلوك عطشان لاخر رمضان تقريبا. كفايه جري، ده لو بجري على اكل عيش مش هتعب التعب ده. ومع ان رمضان في مصر فعلا عشوائي وكل تفاصيله عشوائيه، لكن العشوائيه دي بتكون مع بعضها حاله كده بتخليك كل سنه مستني الاجواء دي. ليه ما اعرفش؟ حاله هتحس انك مفتقدها لو جربت تقضي رمضان في اي مكان تاني بره مصر. ليه ما اعرفش؟